السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المتابعين والمشاهدين. تحياتي لكم جميعا، مرحبا بكم في فيديو جديد هنا من أمام ملعب طنجة تحت هذه الأجواء الرائعة والرائعة جدا، أجواء تتخللها الأمطار، أمطار الخير، ولله الحمد والشكر على كافة نعمه التي أنعم علينا بها. الفيديو ديال اليوم نبداوه من الجهة الشرقية للملعب، ودائما التساؤل يبقى مطروح حول هاتين العمودين، هل سيكون هناك مصعد كهربائي أم ماذا أم دعامتين؟ التأكيد في الأيام القادمة. الأشغال حاليا متوقفة في هذه اللحظة التي أصور في هذا المقطع. كما كتشوفوا هنايا الرياح قوية وقوية جدا، كما شفتوا الأحبال ديال الرافعة كيف تتحرك. شوفوا هذه الرافعة الثانية كذلك، الأحبال كيف يحركها أو كيف تلعب بها الرياح. الرياح غربية قوية جدا، يعني بلادنا تعرف مرور هذه العاصفة، وامتثالا للنشرات الإنذارية، وتبقى شروط السلامة أولا، سلامة العمال وكل من يعمل بهذا الملعب. نسأل الله السلامة للجميع، وهذه دعوة لمستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر. كما شفنا جميعا نشرات إنذارية من مديرية الأرصاد الجوية، يجب أخذها بعين الاعتبار. وحتى لا تفوتني الفرصة، أستغل هذه الفرصة لأتقدم بأحر التعازي لعائلة الطفلة التي غرقت في تلك البلوعة بمدينة بركان. الله يرحمها ويصبر الأسرة ديالها في هاد العواشر يا رب. يعني الإنسان خصو ياخد الحيطة والحذر، لأن الأمور ماشي بداك السهولة اللي كيعتقد البعض، خصوصا هنا في مدن الشمال. الأمطار كانت قوية هذه الأيام، هذه الثلاثة الماضية، ولله الحمد والشكر، والرياح كذلك قوية جدا. يعني الإنسان خصو يبعد على جميع الأشياء المعلقة والأعمدة الكهربائية وأعمدة التشوير الطرقي. كما كتشوفوا هنا نرجعوا للأشغال ديال الملعب. كما كتشوفوا هنايا في هذه الحلقة، يعني كاين واحد مخرجين في كل جزء من قطاع هذه الحلقة. يعني كل جزء كما شفتوا معايا في اللقطة السابقة، كاينين واحد جوج ديال المخارج في كل جزء. يعني ما عرفناش ديالاش هادوك، ما عندناش تجربة في تسقيف وتغليف الملاعب. ربما هذا يعد التجربة الأولى، وعلى ما يتبين، على ما يظهر، فإنها تجربة ناجحة بكل المقاييس، ولله الحمد والشكر. إن الأشغال بقي على حالها نظرا لهذا المنخفض الجوي للتقلبات المناخية. كما قلت، السلامة أولا، ومن ثم نرى الأشغال والأوراش ببلادنا. ما يهمنا حاليا هو
سلامة العمال وسلامة المواطنين. فتحية تقدير وإجلال لكل الطواقم العاملة في جميع المجالات، وحاليا الطواقم العاملة الأكثر اشتغالا هي طواقم الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية، الصاهرين على حماية هذا الوطن والمرابطين في الحدود وفي الطرقات، وخصوصا الطرقات حاليا تعرف بعد ربما انقطاعات بسبب الثلوج، وربما بسبب الفيضانات وانهيارات الصخرية وانهيارات التربة، ونسأل الله السلامة ومزيدا من الحيطة والحذر. فشكرا لكل السلطات التي تسهر على حماية المواطنين وعلى توفير ظروف راحة المواطنين وكذلك السير العادي للطرقات. أتمنى أن لا تسجل بلادنا أي حالة لا يحمد عقبها. كما قلت، السلامة أولا وقبل كل شيء. سلام لجميع من يعيش ويعرج في هذا الوطن الحبيب. أجواء ماطرة ولله الحمد، فقط هذا المقطع تطلب وقتا طويلا لتصويره على فترات نظرا لتساقط الأمطار الأمطار من حين لآخر، وكان يستوجب الأمر التوقف قبل الاستمرار أو مواصلة التصوير. فشكرا لكل المشاهدين الذين يتركون تعليقات إيجابية، وكذلك شكرا لكل المنتقدين. ملحوظة فقط أتمنى وأطلب من المنتقدين: النقد يكون بناء ويكون في إطار الموضوع وليس النقد الشخصي. فأنا شخصيا فقط أنقل لكم الصورة كما هي، فأنا لست تقنيا ولا غير ذلك، فقط أنقل الصورة كما هي، وبعض الاجتهادات الشخصية فقط بحكم التجربة في العمل. أقول بعض الملاحظات وبعض التكهنات، ولا أعطي أخبارا يعني كما نقولوا كنعطيش شي خبر يعني مني راسي. ضروري كنشوف الملاحظات فقط والتكهنات، أما الأخبار فيجب انتقاؤها من مصادرها والبحث عنها في مصادرها. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.